السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم اللينزة ديت احنا بنشتريها مع طبق الحلويات الشرقية، بيكون طعمها خطير جدا ووصفتها سهلة جدا، وانا هعملها لكم بكل سهولة. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا عملنا ايه في الوصفة. تعالوا بينا وندخل على الوصفة. واول حاجة في الوصفة بتاعتنا انا حطيت هنا كوبايتين من الحليب السائل، ومعاه 3 معالق من النشا، ومعلقتين من الكريم جانتيه، ومعلقة صغيرة جدا من السكر، ودوبته كله مع بعضه ولحد ما تقلت الكريمة وبقى قوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وفي الاخر خالص حطيت ذرة من الفانيليا. وبعد ما خلصت الكريمة طفيت عليها، وهبتدي ان انا هعمل معاكم وصفة اللينزة. اول حاجة حطيت كوباية من الزبدة وضربتها كويس قوي، وبعد كده 3/4 كوباية من السكر، والسكر هضربه لحد ما السكر يختفي خالص. وحطيت هنا بيضتين وذرة من الفانيليا السايلة، وضربتها كويس قوي لحد ما بقت كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. هجيب بعد كده طبق وهجيب المواد الجافة اللي انا هحطها. هنا هحط كوباية من الدقيق وهحطه في قلب الطبق، وكوباية كمان من جوز الهند، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب كله مع بعضه كده. وهجيب الزبدة والسكر اللي انا ضربته في الاول، وحطيت عليه هنا الدقيق والجوز الهند، وهقلبه كله مع بعضه. وبعد كده هحط سنة من الحليب، ما كترش منه، وبعد كده اقلبه كويس قوي لحد ما الحليب يختفي. هجيب كيس حلواني وهحط معلقتين منه على جنب كده، وهسيبه عشان دوت اللي هحطه في النهاية، في نهاية الصينية. اجيب صينيه الطرط كده زي ما انتم شايفين، ولو مفيش صينيه طرط، صينيه عاديه خالص بتستخدميها. وفردت طبعا العجينه في البدايه، وحطيت الكريمه وانا بحطها ما افردهاش لان في الاخر من الحواف في الاخر. وابتدي بالقمع كده احط بالزجزاج كده، اعمله شكل الزجزاج، واعمله بالورب زي ما انت عايزه. بتعملي الشكل اللي انت عايزاه، بتزوقيه، بتعمليه الشكل اللي يعجبك انت. وفي الاخر بحاول ان انا بعمل الاطراف كده، واحط من الاطراف اللي هي من الاخر كده، احاول اعملها زي الدايره كده مقفوله، بتدي شكل حلو قوي. حطيتها طبعا في الفرن على درجه حراره 180 درجه، وبعد ما استوت سقيتها بشربات كده. الشربات دوت ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. حطيت كوبايه سكر مع كوبايه ميه عليها عصره من الليمونه، ودوت الشربات اللي عملته لللينزا. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وطبعا اللينزا زي ما انتم شايفينها جميلة جدا وحلوة، وتستحق ان احنا نعملها لانها سهلة قوي، وطعمها خطير جدا، وهتعجبكم ان شاء الله. المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف، وفي النهاية أقول لكم أسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.